السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناه مكة وسيس، يوميات مكة وسيس عفوا. النهارده معانا موضوع جديد في التربيه، ان شاء الله يعجبكم. حاجه بنعاني منها يعني كلنا، او بنعملها كلنا وهي غلط. بس طبعا في البدايه ما ننساش نعمل لايك، واللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس علشان كل الفيديوهات الجديده توصل له. طبعا في البدايه بنرحب بمنى. ازيك يا منى؟ عامله ايه؟ ازيك يا إسراء؟ الحمد لله. قولي لي كده منى، اسم الموضوع اللي معانا او عنوانه؟ عنوان الموضوع اللي معانا النهاردة اللي هنتكلم فيه عن التربية، طبعا من ضمن فيديوهات التربية يعني. هو مدمرات الموهبة لدى الطفل. يعني أنا بعمل إيه بيكسر الموهبة عند الأطفال؟ بيدمرها يعني. تمام. اه. آه، خلاص تمام. أول حاجة معانا يا إسراء هو مم. الضرب على الوش. تمام. اه. الضرب على الوش دوت. يعني في دراسة اتعملت كده بيقولك ان هو بيقتل من 300 ل 400 خلية عصبية في الدماغ. لكن المسح على الرأس، يعني انت لما تمسكي طفلك وتمسحي على راسه، ده اه. بيخلق يعني بيخلق خلايا دماغية جديدة. يعني دلوقتي هو منرفزني، بدل ما اضربه همسح على راسه؟ انا مش فاهمه. ولا ما استخدمش الاسلوب ده يعني؟ ما تستخدميش اسلوب الضرب على الوش. عشان ما اقتلش ال 300 خليه. تمام. لا، وكمان استاذ سلام كان محذر يعني، بره الهزار يعني، استاذ سلام كان محذر على الضرب على الوجه. في اهانه، في اهانه فعلا، حتى الطفل بيحس بالاهانه. صح. تمام. هي عامه والله ما بتحصلش، لما الواحد جيب اخره. بس خلاص طالما في 400 خلايا هيموتوا، انت خلاص. طيب بصي يا ستي، في نقطة تانية عندي أنا بقى، حاجة الناس كلها عارفاها على فكرة: التاب، الكمبيوتر، النت، اللعب اللي في الحاجات دي، اللعب اللي على التليفون، الألعاب الإلكترونية يعني عموما، دي بتعمل إيه بقى؟ دي بتعمل نزيف في الدماغ. ليه بقى نزيف في الدماغ؟ نزيف دماغي كده اللي هو يعني بيجي حادثة. ليه؟ لان هي الطفل يبقى مركز جدا جدا، طبعا لانه انت حتى لو لاحظتي ماسك التليفون ليل نهار قاعد بيه وتركيزه عالي لدرجه ان مش سامع حد جنبه. فده بيستهلك برضه خلايا الدماغ، الخلايا اللي تحت دماغنا. قبل اوانها. يعني تبقى هي لسه فاهمه يعني. هقول لك حاجه، مش الطفل بينمو لسه وبيكبر، في كل حاجه في جسمه بتكبر، فالحاجات دي بتستهلك قبل اوانها. تمام. ولما بيكبر بقى، طب انا برضو لسه يعني الناس برضو مش فاهمه، ممكن تكون هو لما بيكبر بيفقد يعني الخلايا دي بتعمل له المهارات دي، خلايا الدماغ دي بتعمل مهارات للطفل، الذكاء بقى العالي، الموهبه اللي عنده. فاهماني؟ المهارات دي بتجيله منين؟ ما بتجيله من التفكير الذكي، من ذكاوته. انا بقى لما بيركز في حاجه كده كتير، دي بتفقده الخلايا دي، اللي بتخليه بعد كده يفقد مهاراته اللي هو بيبقى محتاجها في سنين متقدمه يعني. ذكاوته ماشي يا إسراء. ايوه، عايز دلوقتي يلا. ثالث نقطة معانا يا جماعة، هي السخرية من الأم أمام أبنائها. دي طبعا حاجة بتكسر الموهبة عند الطفل. ليه بقى؟ لأن بيخلي الطفل إن هو يعني يبقى منطوي، يبقى خايف، يبقى مش عارف يفكر تفكير سليم. لأن الطفل بيستمد الموهبة أو بيستمد طريقة تعامله مع الناس، أو ايوه، الموقف. مهاراته عموما مم. مم. من أمه. يعني هو فلما حد بيتعلم يقلل منها قدامه، فاذا القدوه بتاعتي قلت. بالظبط. آه أنا كده وقع. هو يعني خد يمين. مفيش يعني القدوة بتاعته اتهزت، فانت كده هو دمرتي الموهبة عنده. اه. حاجه برضو ليها علاقه بالموضوع ده غير مني، بس مش بالسخريه من الام بقى، لا، السخريه منه هو ذات نفسه. هو عمل حاجه، طبعا يبقى كل سن على حسب، بس مثلا سن صغير عمل حاجه بسيطه في المكعبات، رسم رسمه معينه. في بقى امهات او ابهات بقى الله يصلح حالهم يعني، يقعدوا يقلسوا، يضحكوا، يتريقوا. انت بتسخري من افكاره، بتسخري من ابداعاته، فطبعا هو ايه بيحصل؟ ايه معاه؟ بيتدمر، يعني موهبته دي بتتدمر. فالمفروض ان انا انميها مش اسخر منها. تمام. النقطة اللي بعد كده هي عدم تناول وجبة الإفطار. دي برضو حاجة مهمة قوي. في ناس اه. كتير قوي ما بتهتمش بوجبة الفطار للطفل. طب اه. الناس اللي ما بتفطرش او اللي ما بتفطرش اطفالها دوت، بيحصل ايه؟ بيحصل ان بيحصل عندهم
انخفاض في معدل السكر في اه الدم، ودوت بيخلي خلايا المخ ما تقدرش ان هي تاخد غذاء كويس عشان خاطر تقدر تشتغل. اه صح تمام. 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 وكمان يعني ايه الوجبات السريعة والحاجات دي بتبقى تقيلة، يعني تقيلة وما بتفيدهوش، فاحنا نحاول ان اه احنا ندي وجبة فطار متوازنة مم. وصحية كمان للأطفال، صح وطبعا للكبار طبعا، بس يعني يفضل الاعتناء بالأطفال أكتر يعني. صح. في بقى حاجة تانية كده غريبة جدا مش هتستغرب منها. الطفل الصغير في مرحلة ابتدائية أو حتى قبل كده في الحضانة مثلا تبتدي تطلبي منه صغر خطك، حسن خطك كبير. حاجة عادية، احنا عايزينه يبقى في خط حلو ده. لما حد الأول وهلة كده بيقول لك بقى يا ستي إن أنت بتطلبي منه صغر خطه ده، يعني الخط الكبير ده بيرمز الثقة بالنفس، إن هو فاهمة بيثق بنفس يعني. هو كده بيبقى متخيل إن ده ليه علاقة بالثقة بالنفس يعني، فاهمة؟ لكن أنت لما تطلبي منه يصغر خطه فبيفقد إحساسه بالأمان والثقة بنفسه يعني. تمام. حاجة برضو متعلقة بالكتابة، طبعا مم. ان الاطفال يعني الطفولة عامة هي بيعمل كل حاجة غلط لان هو لسه ما يعرفش الغلط من الصح. صح. صح كده. مم. آه، هم اول حاجة بيبقوا عايزين يكتبوا على ايه؟ عايزين يكتبوا على مم. الحيطان، واحنا اه طبعا بندمر لهم القصة دي خالص. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. الحيطان. يعني المفروض ان احنا يعني سيبه بيكتب على نخليهم الحيطة. يشخبطوا لا لا، في اديله ورقة، اديله حاجة يكتب فيها براحته. اديله حتة كده سبورة لكن يكتب لي على الحيطة تعبطش والله. تعالى يعني. بصي احنا ممكن نعالج الموضوع دوت ازاي؟ ان عايزين احنا يعني يعني نشغلهم في أنشطة تعليمية تانية زي الألعاب بتاعة المنستوري مثلا، حاجات يشتغلوا فيها يعني، تاخد آه، اسمها ايه الطاقة اللي عندهم. الطاقة بتاعتهم بالظبط اه كده، تاخد والله مش طاقة موجودة، مين كان التعليم. هيرد عليكي ضلتك؟ كان في نقطة ورا دي تشبيهها بالظبط كده. ان احنا بنفرح قوي لما ابني وهو في بدايه التعليم ان انا مدخلاه مثلا اللي هو التعليم بالتلقين، ان انا مدخلاه مثلا حضانه بتعلم وشغال عليه ويعني وشغلها كتير، فاهمه؟ اكتر منه انشطه. تعليم بالتلقين يعني ايه؟ يعني سبوره وقلم واكتب واعمل واحفظ وقول. الانشطه ممكن انا ادخل التعليم في الانشطه زي ما انت قلتي كده بالظبط، اللي هي الالعاب. جيب بتعمل ايه؟ بتخلي التعليم والانشطه حاجه واحده، فبتدي قدرات، بتخلي ينمي قدراته ويطلع طاقته وفي نفس الوقت بيتعلم اللي انا عايزه اوصله له. غير لما بالظبط. اقعد اقول له اكتب احفظ الف ارنب ولازم احفظ كمان ب. نراعي ميول الطفل، هو ايوه. بيحب ايه، هو شاطر في ايه، هو يعني متميز في ايه، ونحاول ننميه. صح. في بقى آه، نقطه كمان. يعني كنت عايزه اقول على حاجه فكرة يعني. دي نقطتي يا إسراء على فكرة. نفسي فيها. معلش نفسي فيها. لا عشان بعمل كده والله بجد انا اكتشفت ان ده غلط. ان انت في حته حفله مثلا عيد ميلاد قاعده مع حد وابنك يخش يتكلم تختميه بس. اسكت ما تتكلمش. بطل كلام بطل لك. في ايه؟ فاهمه؟ انت بتقتلي فيه ايه؟ انت بتعنفيه وبتقتلي فيه الذكاء اللغوي الاجتماعي، ان هو يطلع اجتماعي بيعرف يتكلم بيعرف يحاول. انت بتقتلي فيه الحته دي لما بتعملي كده. كنت بعمل كده فعشان كده قلت اقولها. تمام. في برضو بقى آخر نقطة معانا يا جماعة، مم. هي إن إحنا ما بناخدش بالنا من المية. مم. شرب المية مهمة قوي في أثناء التعليم، يعني وانت قاعدة بتذاكري له أو قاعدة بتحفظيه حاجة أو الكلام ده كله، مم. مم. يعني خليها مثلا كل نص ساعة كل ساعة إلا ربع كده اديله كوباية مية. تمام. مم. طيب المية دي بتعمل ايه؟ اه يعني بتعلي مقدرة الدماغ في احتواء المعلومات.
اه. تمام. طيب لو هو ما شربش ميه، لو ما شربش ميه بكميه كافيه يعني، مم. هيحصل معاه ايه؟ هيحصل معاه حركات لا اراديه زي الكحه والعطس، ان هو يحرك الكرسي، ان هو يشد تمام. الترابيزه، ان هو آم، يعمل اي موقف كده هو يزعجك، فانت تبتدي ان انت تتعصبي وتتنرفزي ومش عارفه ايه. يعني هو شيت الترابيزة ده عايز يشرب؟ مش عايز غير اديله ميه تشربيه؟ عشان يهدى، اديله ميه. في الآخر بقى كل شوية عايز أقعد بيه، عايز أقعد. ده رسم البيبي ده. كده هو يا جماعة، احنا خلصنا معاكم موضوع النهاردة، يا رب ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الموضوع، وهنستنى رأيكم في الكومنتات، ومع السلامة. باي باي.